طب يا جدعان، في خلال الفيديو ده خلينا نعمل مراجعة سريعة كده بدون حرق على فيلم فينوم ذا لاست دانس. انا عارف ان الموضوع غريب عليك شوية ان احنا نتكلم عن اي حاجة خارج عالم دي سي، ولكن بما ان العالم السينمائي الجديد بتاع دي سي لسه ما ابتداش، وعلى الجانب التاني بيتعرض معانا مسلسل ذا بينجوين اللي كل اسبوع كده بيتعرض حلقة، فخلينا نتكلم بقى على فيلم فينوم، يعني بما ان مفيش حاجة غيره في الوقت الحالي، واللي هو نقدر نقول يعني مش شغلتنا بس احسن من قعدتنا لحد ما الحزينة بتاعتنا دي سي تبتدي تنزل افلام كده مع العالم السينمائي الجديد. طيب خلينا نتكلم كده على السلسله دي من البدايه. هي ابتدت معانا سنه 2018 طبعا مع البارت الاول اللي كان من بطوله توم هاردي. فخلينا نقول كده ان البارت الاول من السلسله دي يعتبر كان كويس جدا. بعد كده بنشوف بارت تاني، ولكن للاسف البارت التاني كان مخيب جدا للامال، وده طبعا اللي اتعرض معانا سنه 2021، علشان بعد كده نوصل بقى للفيلم او البارت التالت، وده طبعا اللي هيكون ختاميه كده للثلاثيه بتاعت فينوم، ده طبعا اللي بيتعرض معانا في الوقت الحالي. طيب ركز بقى معايا في الكلام اللي انا هقوله لك في الفيديو ده، علشان خاطر معظم الكلام اللي هقوله هيكون فيه الغاز شويه، وده علشان خاطر ما احرقش اي حاجه عليك في الفيلم. فانت بقى لو حابب حرق الاحداث او تحليل كامل للفيلم ده طبعا هيحصل على قناه مارفل. طيب هنا بقى بكل بساطه كده الفيلم ده بياخدك في رحله مجنونه ومثيره من البدايه للنهايه، ونقدر نقول كمان على الفيلم ده ان هو فيلم تسليه خفيف بيذكرنا كمان بافلام الكوميك بوك اللي كانت في اوائل الالفينات. خلينا كمان نقول ان الاكشن فيه كان ممتاز جدا، ونعتبره كده ان هو بشكل كبير جدا تحيه لافلام الاكشن اللي كانت في الثمانينات. فبالرغم من ده كله هتلاقي كمان ان في لحظات كتيره مضحكه، رغم ان في ثغرات في الحبكه وبعض المشاكل في القصه، لكن ده ما ينكرش برضه في النهايه ان الفيلم ده كان ممتع. البارت التالت كمان شايفه من وجهه نظري ان هو افضل فيلم بالفعل في الثلاثيه، يعني نقدر نقول كده ان هو كان ختام ضخم وملحمي ومؤثر جدا. سوني هنا نقدر نقول ان هي اخيرا قدرت ان هي تقدم فيلم قوي. طبعا بقى مش محتاج ان انا اتكلم على الممثل توم هاردي اللي بيعمل معانا شخصيه ايدي بروك او فينوم، بس خليني اقول لك كده الخلاصه هنا في الكلام ان هو طلع كل ما عنده علشان خاطر يديه في ختام السلسله دي. فهتلاقي مشاهد كتيره جدا مؤثره ما بين الممثل توم هاردي وكمان شخصيه فينوم، لدرجه ان هنا كمان من ضمن المشاهد دي ممكن تتاثر لدرجه ان انت ممكن تعيط. انا واحد من الناس، انا كنت داخل الفيلم ده وعادي بالنسبه لي، لكن مشهد زي ده لما وصل قدامي او عدى عليا بصراحه اتاثرت جدا. انا دايما كنت بتفرج على الفيلم ده وبقول تقريبا دي اخر مره فعلا هشوف الممثل توم هاردي يعمل معانا شخصيه فينوم، لان دي النهايه بتاعت الممثل توم هاردي بشخصيه فينوم. لكن مين عارف، يمكن بالفعل يظهر معانا في المستقبل. فانت هنا لو هتتكلم بقى على الاحداث بتاعت الفيلم، فخليني اقول لك كده ان الاحداث كانت كويسه جدا بصراحه. كده اول مشهد شفته في الفيلم انا اتصدمت لما شفت شخصيه معينه بتظهر معانا، ما كنتش متخيل ان انا اشوف الشخصيه دي في اول الفيلم. الشخصيه دي على العموم هي اتقدمت معانا بشكل كويس جدا في الفيلم ده، ان كان شكله او حتى صوته. وان هنا بقى بتبتدي الاحداث بتاعت الفيلم طبعا اللي بتكون حماسيه جدا. انا اقول لك ان الاحداث دي هي حماسيه لحد قبل نص الفيلم بشويه، اللي بيخليني اقول لك من قبل نص الفيلم لحد كمان بعد نص الفيلم، لان الجزئيه دي من الاحداث بتاعت الفيلم بصراحه كده كانت ممله جدا. انا واحد من الناس كنت بقول انجز، طيب يعني عشان خاطر احنا ورانا مشاوير طبعا بعد الفيلم يعني، فيا ريت ننجز بسرعه. الجزئيه دي او في كمان بعض المشاهد في الفيلم تحس ان هي مش لايقه على الفيلم، تحس ان هي كانت ممكن تتعمل بشكل احسن من كده. لكن برضه في الاول وفي الاخر خليني اقول لك ان ده طبعا مش هيأثر بالسلب على الفيلم، لان الاحداث اللي هتشوفها بعد كده هتعوضك شويه عن الملل ده. طبعا مش محتاج اتكلم كمان على ان في اجندات معينه في الفيلم ده، لان احنا كده كده عارفين ان افلام بقى ان كان تابعه لمارفل او حتى سوني او حتى كمان دي سي لازم بيكون كده في اجندات دايما، فده الطبيعي يعني. فخليني اقول لك هي على قد ما يمكن موجوده بس مش واضحه قوي في الفيلم، فقليل جدا اللي ياخد باله منها. يبقى هنا كمان من ضمن المواقف اللي ضحكتني في الفيلم ده، وبصراحه مش عارف ان كانها مقصوده ولا لا، معلش يعني في الكلمه، هي كلمه بسيطه يعني، ولكن انا عارف ان ممكن تكون فيها حرق شويه بس معلش. هو ان فينوم كان بيتكلم مع شخصيه ايدي بروك وبيقول له انا عارف ان انت ولا بتحب الموسيقى ولا المسرح. مش عارف هنا بصراحه هو كان يقصد الكلام ده على فيلم الجوكر البارت التاني ولا ايه بالظبط، لانك انت لو فكرت فيها هتلاقي ان فيلم الجوكر كان لسه بيتعرض معاك كده من شهر، وعلى الجانب التاني فيلم فينوم 3 كان تم الانتهاء من تصويره، فما اعتقدش يعني ان هم اتفرجوا على الفيلم وعدلوا المشهد ده. ولكن من وجهة نظري شايف ان بالفعل ممكن ده يكون ريفرنس كده على فيلم الجوكر البارت التاني. ولو قلت لي ازاي فاحب اقول لك ان احنا عارفين من زمان ان البارت التاني من الجوكر هيكون موسيقي، فوارد جدا فعلا يكون حاجه زي دي كده هي تريقه فعلا على البارت التاني من الجوكر، وطبعا من الخساره الكبيره جدا اللي حصلت في الفيلم ده، او ممكن يكون قاصد حاجه تانيه. طيب هنا كمان من ضمن الحاجات اللي ما عجبتنيش في الفيلم ده ان انا حسيت ان في شخصيات كده اتزرعت مره واحده، ولو من الاخر كده تحس ان الشخصيات دي هي مغصوبه بالفعل كده على المشاهد، لازم تتفرج على الشخصيات دي وتعرف عنها كل حاجه. بالتالي بنشوف كده فلاش باك لشخصيه منهم علشان بعد كده تعرف القوه بتاعتها هي جايه منين بالظبط. وان انا شايف من وجهه نظري ان كان تقديمهم ما كانش افضل حاجه، زي ما قلت لك من شويه ان في مشاهد بالفعل لو كانوا عملوها بشكل تاني عن كده كانت بالفعل ممكن تكون افضل من كده بكتير. ولكن مش عارف ليه حسيت ان هم كانوا عاوزين ينجزوا الفيلم، فعشان كده قدموا الشخصيات دي بالطريقه دي.
طيب نفس النظام بالضبط بيحصل مع السيدة تشين، إن أنا شايف بصراحة إن المشهد بتاعها كان حشر كده في الفيلم، اللي هو من الآخر حطها في الفيلم علشان خاطر ده آخر فيلم في السلسلة، لازم نودّعها هي كمان زي ما هنودّع فينوم. شايف إن في أكتر من طريقة تانية ممكن يتم تقديمها كده بيها في البارت التالت من فينوم، ولكن للأسف مش شايف إن الطريقة اللي تم تقديمها بيها كده في الفيلم ده كانت أفضل حاجة. طيب بعد كده بنوصل بقى للرقصة الأخيرة ما بينها كده وما بين شخصية فينوم، وطبعًا أنا باقول لك كده علشان خاطر الكلام ده كله شفناه في الإعلان بتاع فينوم، ويمكن الواحد جاله عقدة شوية من الموسيقى وكمان الرقص عشان خاطر البارت التاني من الجوكر، ولكن هنا اتقدمت بطريقة حلوة بصراحة. كمان الأفضل من ده كله والأغنية اللي كانت شغالة وقتها، فالأغنية دي كانت جميلة جدًا ومش أي حد هيفتكرها. مبدئيًا كده الأغنية دي تابعة لفريق أنا مش فاكر اسمه بصراحة لأن الكلام ده من زمان جدًا، ولكن اللي خلّاني أفتكر الأغنية دي من الآخر علشان خاطر كانت تابعة لمسلسل كده كان بيتعرض معانا في مطلع الألفينات، وهو مسلسل كوري يسمى وينتر سوناتا. الأغنية اتشهرت في الوقت ده بشكل كبير جدًا علشان خاطر المسلسل ده. بصراحة كانت شغالة في الوقت ده وكانت لايقة جدًا على الرقصة بتاعتهم، بل بعدها كده كمان بنشوف لمسة بسيطة كده من فينوم علشان خاطر يحسّن كمان الأغنية دي بشكل أفضل. فخلينا نقول بقى من هنا كده ان احنا هندخل على نهايه الفيلم، وخليني اقول لك ان هنا بصراحه كده الاحداث بتكون حماسيه بشكل كبير جدا، وزي ما قلت لك في البدايه كده ان هيتقدم معاك مشاهد ملحميه وكلها مليانه اكشن بطريقه حلوه جدا. كمان ان السي جي اي مش شايف ان كان فيه عيوب بصراحه، ولكن يمكن اللي ما عجبنيش كده في المشاهد الاخيره دي هو ان انا حسيت ان في تسرع في الاحداث، وده بقى اللي يخليني اقول ان احنا كنا ممكن نستخدم حاجه زي دي بشكل افضل من كده بكتير. ده اننا كنا ممكن نبسط المشاهد اللي فيها ملل على مدار احداث الفيلم، نطول المشهد بتاع النهايه بشكل افضل من كده. لكن للاسف زي ما قلت لك كده ان في فعلا مشاهد في نص الفيلم بتسيب الواحد بالملل. الجانب التاني في نهايه الفيلم على قد ما الاحداث كانت حلوه جدا، ولكن كنت محتاج ان هي بصراحه تكون اطول من كده، وده لانك انت بتشوف حرفيا مطحنه في النهايه. لكن برضه بالرغم من ده كله الا ان مش هننسى برضه العيوب اللي انا كنت شايفها من وجهه نظري، وبرضه هنرجع تاني للشخصيات اللي بيتم حشرها في الفيلم عمال على بطال. يعني المفروض يتقدم معانا كده على مدار احداث الفيلم شخصيات جديده او اسره لطيفه ما علينا يعني. فاحنا خلاص اتعرفنا كده على الاسره دي، خلاص بقى اركنها على جنب، بلاش بقى تحشرها في مشاهد تانية، ان هي لو اتحشرت بالفعل في مشاهد تانية الموضوع مش هيكون منطقي. لكن ده بصراحه انا شايفه عيب ان انت بالفعل جيت وحشرتها بعد كده. بل كمان اللي ما عجبنيش ان هم قدروا ان هم فعلا يدخلوا في مكان ما كان ده اصلا المفروض كان يكون مليان بالحرس، ولكن دخلوا كده عادي، خلاص عادي مفيش مشاكل مفيش حرس اصلا. ولو قلت ان كلامي غريب فخليني اقول لك كده لما تعرف ايه المنطقه اصلا اللي هم دخلوها تعرف بالفعل ان كلامي صح. لكن برضه هرجع واقول لك بالرغم من كل الكلام اللي انا قلته لك ده او العيوب اللي انا طلعتها لك من الفيلم، بس ده في النهايه ما يمنعش ان الفيلم كان حلو جدا وفيلم بصراحه ممتاز. واحد بصراحه استمتع بتجربه زي دي. بقول لك الكلام ده علشان خاطر ما يجيش بعد كده تلاقي مراجعين تانيين يقول لك الفيلم ده زي الزفت، واللي هم بالاخر كده بيمشوا مع الموجه وخلاص. عشان كده انا جاي ببسط عليك الموضوع من الاخر، دي العيوب اللي في الفيلم، ولكن الفيلم فعلا يستاهل ان انت تتفرج عليه. بقول لك ده من وجهه نظري، ممكن انت تتفرج على الفيلم وكل الاحداث دي من البدايه اصلا تعجبك عادي جدا. طيب هنا بعد المعركه الاخيره كده بياخدنا بقى لمشهد فعلا درامي ومشهد محزن جدا ومؤثر. ده كله طبعا بيتعرض معاك كده من الذكريات الجميله مع اغنيه بصراحه حلوه جدا. هتلاقي المشهد ده بالكامل كده منزله على الستوري على الانستجرام، اللينك بتاع السوشيال ميديا في الديسكربشن تحت، وانت عاوز تتفرج عليه هو كده كده مش هيحرق عليك حاجه في الفيلم، اتفرج عليه عادي. المشهد ده عن طريقه كده من الاخر احنا بنودع خلاص شخصيه فينوم او ايدي بروك، علشان خاطر ده يعتبر كده البارت الاخير من السلسله. لحد دلوقتي مش عارفين هل هيرجع مره تانيه في المستقبل ولا خلاص كده مش هنشوفه مره تانيه. لكن اعتقد الجواب هيكون عندك انت لما تتفرج على الفيلم وتفهم الاحداث بتاعته بشكل كويس، هتعرف ان كان هيرجع مره تانيه ولا لا، عشان بعد كده نعرف ان في اتنين بوست كريدت سين للفيلم ده. طيب اول بوست كريدت سين هو الشخصيه مهمه جدا. الشخصيه دي هي نفس الشخصيه اللي قلت لك بصراحه اتصدمت اول ما شفتها معانا في احداث الفيلم. شخصيه متقدمه معانا بشكل حلو جدا ان كان كشكل او حتى صوت، الصوت بتاعها حرفيا مرعب جدا. انا بصراحه مش عارف ده لو اتقدم معانا في الاعمال اللي جايه مثلا التابعه لسوني هيتقدم ازاي، او مين اصلا اللي ممكن يقدر يقف قدامه. لكن ما علينا، من الاخر كده المشهد ده بالفعل بيمهد على ظهور الشخصيه دي في المستقبل، او خلينا نقول ممكن يكون التهديد بتاع الاعمال اللي جايه. الجانب الثاني بيمهد برضه للاخبار اللي كانت منتشره من فتره ان من الاخر كده هنشوف فيلم خاص للشخصيه علشان خاطر نتعرف اكتر على الشخصيه دي، لان من الاخر كده ظهوره في الفيلم ده هو يعتبر ما عرفناش على حاجات كتيره. من الاخر انت محتاج ان انت تتعمق في الشخصيه دي بشكل اكبر. طيب هنا كمان بعد طول انتظار بنشوف اخيرا البوست كريدت سين الثاني. طبعا لو انت ما اتفرجتش على الفيلم وشفت المشهد ده تم تسريبه قدامك، فخليني اقول لك كده ان انت اول حاجه هتيجي في بالك ان المشهد ده مشهد عبيط، ومش عارف ازاي فيلم بحجم فينوم 3 مثلا اللي بيختم معانا السلسله يظهروا فيه مشهد زي ده. ولكن خليني اقول لك ان البوست كريدت سين الثاني انا من وجهه نظري شايف ان هو ممكن يكون بشكل كبير جدا اهم من البوست كريدت سين الاولاني، لان من الاخر كده البوست كريدت سين الثاني ده ممكن يكون بيمهد لحاجات كتيره ممكن تحصل في المستقبل، كمان ممكن يمهد على عوده شخصيه معينه. طيب الجملتين الجايين دول ممكن يكون فيهم حرق شويه، ولكن خليني اقول لك برضو يعني ما تقلقش، يعني انا واخد بالي من الحاجات دي عشان خاطر ما احرقش عليك حاجه. من ضمن الحاجات اللي بتظهر كده في البوست كريدت سين الثاني
صرصار، الشاشه بتقفل على كده. هتقولي صرصار، اقول لك اه طبعا. فخليني اقول لك كده ان الصرصار ان انت بتستقل بيه ده هيكون ليه اهميه في الاحداث اللي جايه. شوف يا اخي سبحان الله، خلوا للصرصار قيمه. هتقول ازاي؟ فاقول لك بقى انا مش عايز احرق عليك بقى خلاص، ولا عايز ان انا اديك نظريات. انت تتفرج على الفيلم وانت من نفسك بعد كده تدي شويه نظريات، وهتفهم ايه اللي ممكن يحصل معانا بعد كده في الاحداث اللي جايه. طيب زي ما قلت لك كده في البدايه وبقول لك تاني في النهايه، الفيلم حلو، الفيلم يستاهل فعلا ان انت تتفرج عليه، وانت في النهايه برضو اللي تحكم بنفسك. بس قبل ما تدخل تتفرج على الفيلم، والكلمتين دول مهمين جدا، ما ترفعش سقف الطموحات قوي على ان في شخصيات معينه تظهر في الفيلم. وانا طبعا مش حابب اقول لك على مين، عاوز بقى انت تفهم انت براحتك، بس ما تدخلش الفيلم ده وانت رافع سقف الطموحات اللي انت تشوف ناس معينه. من الاخر كده حط في دماغك اللي انت داخل تتفرج على فيلم فينوم، ولا اكتر ولا اقل. ده في النهايه انت هتستمتع جدا بالاحداث. فدي كل حاجه بتوضح لك كده رايي في الفيلم بتاع فينوم ذا لاست دانس. طبعا انا مش محتاج بقى ان انا اتكلم كتير، عشان خاطر زي ما قلت لك لو اتكلمت اكتر من كده هبتدي ان انا اخش في حرق، وانا مش عاوز احرق عليك اي حاجه في الفيلم. طبعا كمان مش محتاج بقى ان انا اقعد اقول لك تقييم مثلا 7 من 10 ولا 8 من 10 ولا الكلام ده، لان كده كده تقييمي مش هيفرق في اي حاجه. انا قلت لك من الاخر كده الفيلم ده فعلا فيلم ممتاز ويستاهل ان انت تتفرج عليه. طيب هنا كمان بقى حاجه نفسي بصراحه تحصل خلال الفتره اللي جايه في الام سي يو، ان شخصيه فينوم توم هاردي تنضم بالفعل للاحداث اللي جايه في الام سي يو. هتقول ازاي؟ اقول لك بصراحه ما اعرفش، ولكن ده اللي نفسي يحصل الفتره اللي جايه، لان بصراحه ممثل زي توم هاردي بشخصيه ايدي بروك او شخصيه فينوم اتقدمت بطريقه حلوه جدا وطريقه عبقريه. ما اعتقدش ان الام سي يو في يوم من الايام تستغنى عن الشخصيه دي. اعتقد ان هي هتحاول بقدر الامكان ان هي تفتح ثغره كده علشان خاطر توصل ايدي بروك بشخصيه فينوم لعالم 616، لان هو بالفعل يستاهل ان هو ينضم للام سي يو. لكن طبعا حاجه زي دي مش هتحصل في الفتره الحاليه، ممكن تحصل بالفعل في المستقبل القريب، وده طبعا بعد ما الناس تبقى حابه كده ان هي تشوف شخصيه فينوم للممثل توم هاردي مره تانية. بس في الاول وفي الاخر برضه حابب افكرك تاني ان ده مجرد رايي الشخصي، ممكن الفيلم ما يعجبكش ممكن يعجبك، علشان خاطر ما تجيش تقول لا يا عم الحاج الفيلم وحش. في الاول وفي الاخر مجرد اراء، وفي اختلاف في الاذواق عادي جدا. وانت اتفرجت على الفيلم سيب لي رايك في الكومنت وقول لي من وجهه نظرك شايف الفيلم حلو ولا سيء. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك، وبيس.